فنانتنا الاستاذه جيهان عاشور، اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا فندم. نجمه من نجوم السيرك القومي وغنيه عن التعريف. الله يخليكي. انت حبيتي تسجلي كلمه للمجموعه المشاركه في العرض؟ مبدئيا كل سنه وانتم طيبين، وعايزه اقول نقطه ومن اول السيرك هي نقطه بدايه جديده لفن السيرك. انا سعدت اني شفتها النهارده جزء من البروفه بتاعها النهارده. وانا من ضمن الفنانين المشاركين في عرض هيبدا للاسف مع نفس العرض هنا. يعني هو هنا العرض هيبدا اول يوم العيد ان شاء الله. احنا عندنا عرض اول يوم العيد لكن في مدينه جمصة، فللاسف مش هنقدر نكون مشاركين ولو بالمشاهده لهذا العرض. يعني حضرتك في الشعبه الثانيه اللي مسافره جمصة. لكن انا كنت حريصه ان اجي اشوف جزء من البروفه، وحقيقي انا سعيده ان جه يوم شفت فيه الحاله دي. وما شاء الله ما شاء الله، فعلا نقطه من اول السيرك، هي نقطه من اول السطر في تاريخ السيرك. يعني انت كفنانه ومتواجده بقالك فتره كبيره في السيرك، شايفه ان ده فعلا نقطه تحول في تاريخ السيرك القومي؟ انا شايفه انها نقطه من اول السطر فعلا في تاريخ السيرك القومي. انفتاحه جديده لفن السيرك ورؤيه جديده لفن السيرك. عايزه اقول لك احنا عايزين نقول مصر كلها من الالف للياء بتبدا تاريخ جديد ان شاء الله يكون خير بامر الله. فانا شايفه ان الخير ده انا شايفاه، يعني اذا كانت هي دي دنيتي السيرك، فانا شايفه ان دنيتي في السيرك فعلا فيها تحول. انا بوجه خاص سعيده بيه، بوجه عام اتمنى لهم كلهم الخير، لان هم كلهم اخواتي وولادي واحنا اسره واحده. واتمنى يا رب للمكان ده دايما التقدم، حتى لو احنا طلعنا معاش، لو توفانا الله. في كلمة مقصورة أنا دايما بقولها عن نفسي، هذا المكان أنا أحبه. هذا المكان لا بجد ختامة جميلة. شكرا يا أستاذة، شكرا.